كان الرئيس التنفيذي الملياردير يعاني من حساسية غريبة تجاه النساء. أي ملامسة لامرأة عربية كانت تسبب له طفحا جلديا كاملا على الفور، وفي بعض الحالات كان يغمى عليه. ومع ذلك كان يصر يوميا على أن يرتب مساعده دخول 99 امرأة إلى غرفته ومصافحتهن جميعا، حتى لو تطلب الأمر تناول أدوية الحساسية مسبقا، حتى لو تطلب الأمر تحمل الألم بأسنانه. رفض إيقاف هذه العملية الجنونية لأن العلاج هو العثور على المرأة صاحبة قلاده اليشم. بحث عنها ل7 سنوات طويلة. قبل 7 سنوات وضعت له تهمة، واتصل عن طريق الخطأ بامرأة غامضة مما أدى إلى التسمم وكاد أن يودي بحياته. اكتشف لاحقا أن المرأة كانت تحمل سما نادرا منذ ولادتها. أي شخص يقترب منها كثيرا كان يصاب بالتسمم القاتل. لم يسامحها أبدا، لكن ما لم يتوقعه أبدا هو أن المرأة التي كان يبحث عنها كانت في الواقع كاهنة طاوية استأجرتها شركته بتكلفة باهظة. والأغرب من ذلك أنه بعد تلك الليلة حمل وأنجب 5 توائم سرا، والآن يقفون أمامه. شعرت المرأة أنه يبدو مألوفا لها بشكل غريب، ولكن مهما حاولت جاهدة لم تستطع تذكر أين التقيا لكشف حقيقة ما حدث. قبل 7 سنوات أمر الرئيس التنفيذي على الفور شخصا ما بإحضار الطاوية لقراءة امرأة. أخرج أداة روحية وطلب منه أن يغمض عينيه ليتذكر كل تفاصيل تلك الليلة. وبينما كانت تنشد بهدوء بدأت تتلاعب بالتعاويذ التي تحملها، وسرعان ما نجحت في تحديد الشخص الذي كان يبحث عنه. أمر الرئيس التنفيذي على الفور بإحضار كل موظفة في الشركة للفحص. ظن الجميع أنه يختار زوجة، وكان يرتدي ملابسه ليبهر، ولكن واحدة تلو الأخرى أثرت كل امرأة حساسيته تاركة إياه مغطى بالطفح الجلدي. وفي عذاب فشل الاختبار مرة أخرى كان الرئيس التنفيذي منهكا تماما، وعندما كان على وشك الاستسلام طلب من مساعده إبعاد الطاوي مؤقتا، ولكن في اللحظة التي تكلم فيها انطفأ بصره وسقط أرضا. هرعت امرأة لمساعدته لكنها تعثرت وسقطت عليه بالخطأ. دفعها الرئيس التنفيذي غريزيا. كانت هذه المرأة هي الترياق الذي كان يبحث عنه طوال هذه السنوات. أمرها فورا أن تشاركه فراشه الليلة لتطهير جسده بالكامل. في هذه الأثناء مختبئين في الظلال كان الأطفال ال5 المتسللون يبدأون بالفعل عملية قرصنة لتعقب للتأكد من هوية والدهم